ازيكم؟ انا راجل على قد الحال، ظروفي زي اي حد عادي جدا. انا متجوز ومعايا بنتين. في واحدة مبسوطة عرضت عليا الجواز اكتر من مرة، شغالة تلح عليا في الموضوع ده، بتقولي انا مش هغرمك اي حاجة خالص. انا ولا عايزة منك شقة، ولا عايزة منك شبكة، ولا عايزة منك مهر. انت بس كل اللي عليك تجيب دبلة، وباقي المصاريف كلها عليا. صراحة فضلت افكر في الموضوع، انا هقول لمراتي ازاي؟ طب هعمل ايه؟ المهم خدت قرار ورحت قايل لمراتي، قلت لها هو ايه رأيك ان في واحدة غنية وانا هتجوزها، وده هيكون الخير لينا وللولاد. في الاول مراتي رفضت، بعدها بيومين لقيتها بتقول لي انا ما عنديش مشكلة خلاص، ممكن تتجوزها. فالصراحة انا مش عارف افكر اكمل في موضوع الجواز دوت، ولا المفروض ان انا اعمل ايه. فبعت لحضرتك على لينك الصراحة عشان خاطر حضرتك تقول لي المفروض اعمل ايه، والناس اللي عندك تفيدني اتصرف ازاي. خليني بس افكر حضرتك في البداية، لو حضرتك بتتفرج عليا ومتابعني في الفيسبوك ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات وتشير الفيديو. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يعني للأسف والله، يعني واحدة غنية وهتصرف عليك وهتصرف على ولادك ومراتك قبلت عشان خاطر هي غنية. يعني هو العيب مش من مراتك الصراحة، يعني للأسف يعني. لأن مضطر أقول لك إن كلمة راجل دي ما بتتقالش لأي حد يعني. في كلام عايز أقوله بس أنا مش قادر أقوله الصراحة، لأن ده مش طبعي لما يكون وصل بينا الحال إن الراجل يقرر إن هو يتجوز واحدة عشان خاطر هي تصرف عليه، ولا لا وعلى بيته وعياله، ومراته كمان موافقة. إن يعني إحنا هنروح لفين لما يكون مثلا زوجة بتساعد زوجها عشان خاطر يجوز واحدة هي تصرف عليهم؟ امال هو دوره ايه بقى معاك؟ ولا انت اصلا دورك ايه في الحياة؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل والله. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في الشخصيات اللي بتكون بالمستوى ده. فعلا الرجالة يعني في اجازة.